هلا حبايب، طبخة من طبخاتي. اليوم حسوي مرقة حمراء قطع دجاج وحمص. الحمص عندي اني اجيب الجاهز، يجي مسلوق اصلا. والبهارات اللي اضيفها بس كركم وكاري، اضيف بصل ثوم نومي بصرة. اول شي اني حمست الدجاج، قطع الدجاج هسه هم استووا، فراح اضيف البصل والثوم والبهارات واقلبه. بعدين حتشوفون شنو راح يصير وراها. هنا ضفت البصل والثوم ونومي بصرة، راح ابلش اقلبهم واضيف البهارات وياهم سوية. خليت البهارات هسه الكركم والكاري، طبعا الريحة كلش طيبة. قلبتهم البصل والثوم ويا الدجاج حتى ياكلهم، يصير فيهم النكهة والفليفر مال بهارات والنومي بصل. هسه حضيف اصفي اللبلبي او الحمص المسلوق واضيفه فوقهم، وبعدين اضيف عصير الطماطم. هنا ضفت الحمص بعد ما غسلته وصفيته من المي اللي موجود وياه بالعلبة، وحبلش اقلبهم واضيف عصير طماطم في دقائق. اني استعمل هذا عصير طماطم، طبعا استعمله كل المروقات اللي اسويها الحمرة، واضيفه للدول مهماتين، طعمه كلش طيب. هو مجموعة خضار من ضمنها كرفس وجزر والطماطم. وهاي المرقة بس ضفت لها الملح وخليتها تتهدر على اقل درجة حرارة. هسه احنا نطفيها واستوت، والف عافية. جربوها وكتبوا لي بالكومنت اذا عجبتكم الطريقة مالتي او لا، والف عافية.